الناس كلها اهو طبعا مبروك طبعا نادي الزمالك امبارح تأهله. يعني اتفرجت على المباراه بالليل وطبعا مبروك، ولكن في النهايه شفت الزمالك كان فرحان ازاي؟ شفت الزمالك كان فرحان قوي ازاي بس بتخطيه عقبه الدور ال 16. بس انتوا ما فرحتوش لما النادي الاهلي عدى وكسب الكونفدراليه، عشان كنتوا بتقولوا ان الكونفدراليه صعبه على النادي الاهلي، كنتوا بتقولوا انها يعني قصدي سهله على النادي الاهلي. ده ايه البطوله السهله اللي انتوا بتلعبوا فيها دي؟ يعني وكان في تريقه وهزار وخفه دم يعني غريبه ان النادي الاهلي خد الكونفدراليه. انت كنت فرحان قوي امبارح انك وصلت الدور ال 16. فيعني لازم تبقى عارف اهو ادي الفرحه طبعا اللي انتوا شفتوها. انا مش هتكلم على دي، في فرق ان انا بتكلم على الفرحه وفي بتكلم على الرجوله بتاعت نادي الزمالك امبارح، عشان الناس تفهم كلامي ان انا امبارح كنت فرحان باداء نادي الزمالك يكسب من اول المباراه. حتى لما دخل فيه الجون الثاني كان عنده امل واصرار ان هو يكسب، فلازم نبارك لهم لان كان في رجاله في الملعب، كان في لعيبه عندها اصرار. الروح اللي كانت بره على الدكه هي دي اللي وصلت نادي الزمالك ان هو يكسب المباراه. عنده لعيبه رجاله تقدر توصل بيهم، وانا قلت ان الزمالك قادر. ارجعوا برده بالشريط كده قبل كده، قلت الزمالك قادر على ان هو يكسب ايا كانت الظروف. كانت هنا النتيجه 0-0، الزمالك قادر ان هو يكسب هناك، وده اللي حصل. كسب 3-2 امبارح. المباراه من احسن المباريات لنادي الزمالك. اتضغط في 5 دقائق ولكن هو كان مسيطر على المباراه كلها. فعجبني نادي الزمالك امبارح لادارته للمباراه. انا بتكلم بقى على نقطه ثانيه، النقطه الثانيه اللي انتوا قعدتوا تقولوا يعني ايه الكونفدراليه دي؟ ده فرق ضعيفه، ده فرق مش عارف ايه. النهارده الكونفدراليه اهي اقوى فرق موجوده في الكونفدراليه. فبالتالي ما ينفعش تضحك، لان انت كنت امبارح مزقطط قوي وفرحان قوي ان انت عديت لغايه دور ال 16. ده كلام وانا بتكلم في جزئيه وجزئيه ثانيه خالص. فرق امبارح نادي الزمالك في الاداء المباراه، وفرق عن ان انت فرحان قوي ان انت وصلت دور ال 16. عشان بس اوريكم التناقض اللي بيحصل في الاعلام المصري بس. فيعني كمان الفرقه اللي بتلعب في دوري الكونفدراليه او في البطوله الكونفدراليه اللي وصلوا الدور ال 16 كسبوا قبل كده 20 بطوله. يعني مازيمبي 4 مثلا، وفاق ستاف مثلا، انا بقول لكم وفاق ستيف مثلا 2، يعني الاهلي المصري 8، الرجاء المغربي 3، الترجي 2، الافريقي التونسي 1. يعني اهو 20 بطوله اللي هم وصلوا. دي احصائيات، يعني دي احصائيات اللي هم في دوري الابطال وصلوا الناحيه الثانيه في الكونفدراليه، عشان بس تبقوا عارفين. يعني بس والزمالك ايضا كسب في دوري الابطال. فيعني فالكونفدراليه اقوى من دوري الابطال. ده انا بتفق طبعا مع الكابتن وائل جمعه.